لما جينا نجدد الدورة التانية بتاعة المنطقة، أنا طبعا خلينا نتكلم بصراحة، أنا كنت بخدم على نادي الزمالك كتير جدا في منطقة الجيزة جدا، وياما شلت بلاوي سودا وياما شلت تقرير حكام وأقول بصراحة يعني، وياما كنت أجيب الحكم عشان خاطري ما تشطبش الكابتن فلان، ما تشطبش في عملت اللي محدش عمله، بس بكلمك بصراحة يعني. يعني جاملت الزمالك كتير طبعا طبعا، باستثناء الموضوع بتاع جده، بموضوع الشيك لان جده كان من حق النادي الاهلي، فانا هنا اتقيت بالقانون، وكان في لعبكه في القصه والنيابه دخلت انا وتزوير عارف. الكلام من ده. فالمهم جاء وقتها مجلس الاداره، كان وقتها انا فاكر كان كابتن سمير مشي بعد حكايه بورسعيد، مم. وجاء هاني ابو ريده وحسن فريد واحمد مجاهد. فجم في النسبه للقاهره والجيزه بالذات، اهلي وزمالك مناطق يعني، قالوا هناخد راي النادي، النادي يعني مثلا القاهرة يبقى النادي الأهلي، والجيزة رئيس الزمالك، في الشخصية اللي تمسك. كان وقتها الأول رئيس وأعضاء، أنا عارف دلوقتي بقت مدير تنفيذي يعني، بقت لجنة من اللجان يعني. فأنا كنت عامل حتى منتخب الجيزة، وكان الكابتن الجوهري الصغير الله يرحمه كان هو المدير الفني، يعني أنا عملت حاجة اسمها كاس منطقة الجيزة، علشان كان السيزون يا أحمد بيخلص في شهر فبراير، فمدربين النادي قاعدين فاضيين ما بيعملوش حاجة، عملت لهم كاس يشتغل عليه، يعني كنا بنحاول نطور. فالمهم أنا فاكر موضوع جده. موضوع جده خلاص، على طول راح للأهلي وده حقيقي، يعني ده ما طب انت حدش. ما عرفتش تعمل حاجه في موضوع جده، عرفت لا لا تساعدهم في موضوع مين؟ لا، مواضيع كتيرة مش مواضيع مين، لا لا، كلاعيبة، لا كلاعيبة درجة أولى وبتاع عليهم فوكس جامد ما اه. تقدرش. لكن لا، أنت ناسي إن إحنا كان بطولات الإشبال من البراعم 7 سنين لغاية سن ال20 سنة، مم. كانت دي بطولات كلها المنطقة. أنت عندك في منطقة الجيزة 46 نادي، وفي وقت من الأوقات كانوا أكتر من 72، اللي كانت القاهرة واخدة معاها أكتوبر اكتوبر. قبل ما تنفصل. كله تنفذ صح. فياما تقرير حكام بالدين لعيبة وأسامي شنبات في نادي الزمالك، اللي عايز يتشطب واللي عايز يتعمل واللي بس في عايز القطاعات مش كابتن الدرجه عبد الاولى. الرحيم الله يرحمه ويحسن اليه، كان مره واخد قرار شط ب6 شهور، خدت بالك، والحمد لله شلناه بقول لك بصراحه، جبت الحكم عشان خاطري وبتاع، بكلمك بمنتهى الامانه كده. طبعا، فالمهم كان رد النادي حاجه تكسب بصراحه، قال لك احنا ما بنأيدش هاني زاده يجي دوره تانية، ايه ده اللي قالها الزمالك؟ لي اهو كابتن احمد مجاهد موجود السنه. ايه ده الزمالك؟ بعد كل ده هو يعني قلت الاهلي اللي اعترض ممدوح عليك. عباس بقى اعتبروني، منشق منشق يعني. اعتبروني ان انا علشان علاقتي كويسه مع المستشار مرتضى منصور وجلال اه. بيه ابراهيم الله يرحمه والعالم. فمش طب انا ايه المشكله؟ علاقتي كويسه بيهم طبعا، ده انا قاعد 25 26 سنه معاهم، بس علاقتك بالنادي وقعدت اقوى. ايه بس علاقتك انا، مع النادي اقوى. وبعدين احنا كلنا بنخدم على ايه؟ ما على احنا نادي كلنا الزمالك. بنخدم على النادي. محدش هيحب يوقع النادي. فرشحوا المستشار سامر ابو الخير حبيبي واخويا، يعني ما عنديش مشاكل يعني. بعد شويه راح سامر نفسه ما رضاش، قال لهم لا انا هاجي مطرح هاني، ما ينفعش، انا عارف هاني بقول لك كده يعني، وراحوا جابوا حد من بره الزمالك خالص، مع تقديري له يعني، بقى هو اللي ماسك الايه، المنطقه. والاهلي ما ما مين عترضش سمع؟ عليك، الزمالك اللي اعترض. جابوا الله يرحمه بجنيد، مش اه. بجنيد، اللي هو كان في الترسانه، آه. جابوه رئيس المنطقه بتاعته، يعني اول مره حتى يجي رئيس منطقه ما يجيش منين، من نادي الزمالك، من منطقه الجيزه طول. اول رئيس منطقه الجيزه كان مين؟ كان كابتن محمد لطيف.